السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواليتكم بالمحاجب. هادو محاجب درتهم بطريقه يعني دائريه، شوفوا بشكل دائري ويجوا خفاف، تقطعيهم بكل سهوله، تاكليهم بلا ما يتعلكوا. عجينه ما تعبش. انا في الصيف نحبوا هاد الوصفات محاجب ولا اروع. تبعي معايا للاخر تكتشفي العجينه كيفاش حضرناها وكيفاش شكلناهم هكذا دائريين. نبدا بالعجينه هي الاولى. العجينه راهي ساهله وما فيهاش تعب. عندنا هنايا كاس تاع سميد رطب. دوكا حنا ندير مقدار قليل، اللي يحب تكتر تكبر الكيله ولا تضاعف المقادير. ندير معاهم 2 كيسان تاع الماء عادي، يعني من الروبيني، ما هو سخون ما هو بارد. ندير معاهم مغرفه صغيره نتاع السكر، ندير شويه. ندير معاهم قريصه تاع خميره الخبز، شوفوا معنا على راس المغرف، يعني قرصه فقط، ما نكتروش بزاف الخميره. انا نحب ندير مع العجينه مغرفه كبيره فقط نتاع الزيت باش العجينه ما تجيناش الاستيكي، ماشي انتي تجبدي وهي تجبد، ما تحسيش بلي كي تاكلي في لاستيك. بعد هنا واش ندير؟ نخلط كلشي مليح بالميكسور. هنا خدمت الخليط تاعنا خدمته حوالي 2 دقائق بالميكسور. هنا بمثابه اننا دلكنا السميد. بعد واش ندير له الملح، كميه تاع الملح، ونبقى نزيد في الفرينه حتى تتلملي العجينه. هنا اللي عندها ميكسور تاع الطاس ثاني تقدري تخدمي به. من بعد كي تخلطيه مليح فرغي في ريسيبيون وبقاي تزيدي في الفرينه حتى تتلم لنا العجينه. بعد ما لميتها نحكمها هنايا في لو بلون دو طرافاي تاعنا وندلكها ماشي بزاف، يعني ماشي كيما العجينه المعتاد نديروها يا ربي 2 دقائق 3 حتى ل5 دقائق. الا حسيتي انه العجينه مخصوصه شويه فرينه ونزيد لها حتى تتلملي وندلكها مليح. بعد ما دلكت العجينه تاعي مدتها 5 دقائق، شوفوا العجينه تحسي انه تتلصق بزاف، يعني مهما تزيدي لها الفرينه تحسيها تتلصق. دوك واش ندير لها؟ لاحظوا معنا هكذا، نعاود نرجعها للغيسيبيون. شفتوا شحال تتلصق؟ يعني هذا هو العجينه هكذا تجينا. ندير لها شويه نتاع الزيت نلمها باش تولي لنا رطبه بهذه الطريقه. الزيت هو اللي راح يعاوننا اننا نلموها ونخليها ترتاح. انا نحب نخليها يعني تقدري من ربع ساعه، الا كنتي مزروبه ربع ساعه، ما كنتيش مزروبه خليها المده تاع 30 دقيقه. من بعد ما خليت العجينه ارتاحت هكذاك نص ساعه، طبيعه الحال غطيها بكيس بلاستيكي ونشوف القوام تاع العجينه كيفاش راه. بسم الله، لاحظوا معنا هذيك العجينه شفتوها؟ شوفوا يعني قد ما تكسليها رايحه تتكسل معك، يعني جات روعه. بعد هنا عندي سنيوه اللي درت فيها ندير فيها كميه نتاع الزيت، ونبدا ندير في كرات اللي تكون شويه صغيره بهذه الطريقه. مانيش حابه الخبزات بزاف كبار، وفي كل خبزه راح ندير 2 كرات. على هذا ما حبيتش نكبرهم بزاف، غير هكذا. بعد ما كملت وشكلتهم شوفوا شحال دارت لي، يعني القيس اللي درتو شوفوا شحال درلكم نحبها، يعني درلكم هاد الكميه اللي رانا نشوفوا فيها. من بعد ندير شويه نتاع الزيت كامل على الوجه نتاع الحبات نتاع العجين، عاد نغطيهم كيس بلاستيكي ونخليهم على الاقل هكذا يرتاحوا باش كي نجي نخدم بهم العجينه يعني ما تعبنيش وتعطيك الطوع باش تفتحيها كيما تحبي. بعد ما ارتاحت لي العجينه هنا واش ندير؟ نبدا نخدم في هاد المحاجب، يعني قريب كيما الطريقه تاع الملوي. واش ندير؟ نحكم الخبزه الاولى ونفتحها بالزيت. اذا راح نستعمل الزيت في الاول. مثلا هاد الوصفه هذه العجينه تقدري ديري غير بالسميد، هنا ماشي شرط
ديري واش درت انا بالعجينه تاع الميكسر، لا تقدري ديري غير بالسميد وتدلكيها مليح مليح وتستعمليها. شوفوا العجينه ما تتقطع ما والو، لاحظوا معنا. ودرتهم صغار باش ندير زوج في الخبزه، ندير فيهم شويه نتاع الزبده اللي ذوبتها هكذا باش حتى اللون تاعهم يجينا صفر. شويه تاع السميد تقدري تستغناي عليه لكن يعطينا نتيجه رائعه. نطويها كيما الحبه تاع المسمن، شويه تاع الزبده شويه تاع السميد، ونطويها هكذا على 4 ونحطها على جهه. نزيد وحده كما سبق وذكرت، كل خبزه فيها زوج. نعاود نفتحها بالزيت، دائما نستعملوا الزيت، وقد ما تخلوا العجينه ترتاح راح تعطيكم الطوع باش تخدموا بها. اذا نفتحها هكذا، لاحظوا العجينه تمشي وحدها. شويه زبده شويه سميد يعاوننا باش يجينا مورق ويجينا خفيف. ندير فيه الخبزه الاولى اللي درتها ونطوي عليها بهذه الطريقه، شويه زبده شويه سميد، ونرجعها للسنيوه ترتاح، ونكمل كامل الحبات اللي عندي بنفس الطريقه. ما كملتهم كاملين يرتاحوا يا ربي 5 دقائق، ونعاود نبدا بالخبزه الاولى كامل اللي درتها. من بعد ما ارتاحوا هكذاك 5 دقائق نعاود نحكم بالخبزه 5 دقائق فقط راح تكون كافيه. ونفتحها هكذا، دوك ماشي شرط نفتحها مربع، نفتحها هكذا دائره. هنا عندي الحشو تاع المحاجب، راح نحط لكم الرابط نتاعو، كنت مسبق ودرت لكم يجي بنين. تحبي ديريه حار تحبي ديريه عادي. ندير كميه تاع الحشو، يعني هذاك البصل اللي طيبيه حتى يتكرمل، زيدي له الطوماطيش. من بعد باش تطحنيهم تجي رائعه هاد لاصوص. من بعد نحكم ونغلق بهذه الطريقه باش يرجعونا خبزات مدورين. وعلاش درنا خبزه في خبزه؟ باش يجونا مورقين، يعني هذيك الزبده وهذاك السميد يعاونهم باش يجونا مورقين. نغلقهم بهذه الطريقه ندورها، ها هي، ونعاود نرجعها للسنيوه ترتاح حتى هي 5 دقائق قيس ما نكملهم كاملين. ونعاود نرجع للخبزه الاولى ونبدا نطيب، يعني ما يشدوناش كامل اليد. نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. بعد ما ارتاحوا 5 دقائق فقط راح تكون كافيه، ما تخليهمش يرتاحوا بزاف. نعاود نرجع للخبزه الاولى كامله، ها هي معنا، ونفتحها بهذه الطريقه هكذا راح تكون كافيه، يعني ما نرقوهاش بزاف. وندير شويه زيت، نرفد الخبزه غير بالعقل هكذا، ونحطها في الطاجين. على هذا ما تكبروهمش بزاف باش هكذا تقدري يعني تحكمي ترفديها وتحطيها. نديرلها شويه زيت فقط على الوجه ونخليها طيب وتتحمر لي من جهتين. كي تتحمر من التحت نقلبها، دائما نستعمليها هكذا باش تجيك سهله الخدمه، ونخليها تتحمر مليح ونبقى نقلب فيها. شوفوا كيفاش تتحمر، الله الله عليها، ويجوا خفاف وكي تقسمي تقسم بكل سهوله. وكي تاكليها يعني ما تحسيش انها تلوك في فمك، لكن تحسيها انها ذوب في فمك. شوفوا لي هاي طابت من الجهتين، شوفوا كيفاش تحمرت. نحيها ونكمل نطيب كامل الكميه اللي عندي ونشوفوها واجده. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. بعد ما طيبتهم وحمريهم، الله الله، اصلا العجينه فيها الخميره راح تتحمر، فيها الخميره والسكر راح تتحمر. راح نقسم لكم منها قطعه هكذا باش تشوفوها كيفاش يعني القوام تاع العجينه. هاد المحاجب يجوا روعه، خاصه اذا درتيهم حارين. تبعوا معايا، ها هي معنا. شوفوا كي نقسمها تتقسم، شوفوا يعني ما فيهاش كامل، ما تجبديش يعني ما تجيش تتعلق. لاحظوا معنا، شوفوا كيفاش يجوا مورقين لداخل، يجوا روعه. لاحظوا ها هما المحاجب معنا،
جربوهم بهذه الطريقه هكذا، يعني ماشي دائما نديروهم مربعين، جربوا هذه الطريقه، متاكده انها راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.